الزمالك لما عرف ان امين عمر كتب في التقرير ان في الفاظ وشتايم ضده من الجمهور، وهنا هيحصل عقوبات طبعا، ولما عرف كمان ان في ناس على السوشيال ميديا بدأت تتكلم في عقوبة دونجا عشان شد تيشيرت الحكم، وهنا اللائحة بتقول ايقاف 4 مباريات، فمجلس الزمالك قال لك افرقع القنبلة بقى في بيان ضد التحكيم، قال يعني انه اتظلم في ماتش سيراميكا. وبالنسبة للبيان، الزمالك بيلمح للاهلي ان هو اللي بيتحكم في كل اللي بيحصل بمشاكل التحكيم دي، وان امين عمر ميوله مش محايده. المضحك هنا ان سيراميكا هو اللي اتظلم. سيراميكا ليها هدف صحيح ما اتحسبش بداعي التسلل، وفي طرد لدونجا عشان شد تيشيرت الحكم، وفي طرد لعبد المجيد عشان ضرب بالكوع مهاجم سيراميكا، وفي ضربة جزاء لزلاكا ما حدش بصلها اصلا. سياسة الزمالك هنا معروفة، والدرديري اكبر اعلامي زملكاوي قالها: احنا بنفتعل ان احنا مظلومين عشان ناخد حقنا، واللي مش حقنا كمان. انا بقى مستني اول رد فعل من ابو ريده تجاه الموضوع ده، عشان نشوف بقى الايام اللي جايه دي ايام ماشيه على النهج القديم، ولا هنبدا نطور من الكره المصريه بجد. الغريب بقى ان في حاجه جديده دلوقتي، الاخطاء التحكيميه لصالح الزمالك بقت كل ماتش، مفيش راحه مثلا، او مثلا مفيش بريك. اخطاء تحكيميه لصالح الزمالك بدات بالبنك الاهلي، بعد كده سموحه، وبعد كده سيراميكا.